أنا مش عارفة مين هيبقى محتاج يسمع الكلام ده، بس في منطقة في مصر سعر المتر زاد فيها أكتر من 30% في سنة واحدة. عايز تعرف فين؟ ركز معايا. لما تفكر تستثمر في العقارات لازم تفكر زي المستثمرين الكبار، ومش بس في المكان، لكن ليه المكان ده وبالتحديد العاصمة الإدارية الجديدة. الأسعار هنا بتزيد بسرعة لأن كل الشركات، السفارات، الوزارات كلها بتتنقل هناك، يعني الطلب بيزيد هناك يوم بعد يوم. وتخيل إنك امتلكت واحدة هنا قبل ما المدينة تكمل، القيمة هتتضاعف وبسهولة. العلمين الجديدة مش مجرد مصيف، احنا بنتكلم عن مدينة ذكية فيها أكبر الأبراج على البحر المتوسط، جامعات ومنطقة أعمال، فنادق عالمية، يعني استثمار طول السنة مش بس موسم صيفي. زايد الجديدة و6 أكتوبر، الأماكن دي بقت الاختيار الأول للي عايز يسكن في مكان راقي. لكن ليه تستثمر فيها؟ ببساطة الطلب دايما عالي، والمشروعات الجديدة كمان بتقدم خطط سداد مريحة، وده بيخليها مثالية للإيجار أو إعادة البيع بأرباح كبيرة. القاهرة الجديدة، المناطق دي بقت مليانة مشاريع تجارية وإدارية، ودي أكتر أنواع الاستثمار اللي بتجيب عائد سريع ومستمر، خصوصا مع انتقال الشركات العالمية والبراندات ليها. الإحصائيات بتقول إن العقارات بتزيد 15 ل 30% سنويا في المناطق الحيوية، والتاريخ دايما بيأكد إن العقار استثمار أمان في الأزمات الاقتصادية. ودلوقتي القرار إيه ده؟ استثمار ذكي ولا فرصة ضايعة؟ ودلوقتي سيب لنا كومنت، قول لنا أي منطقة شايفها الأفضل للاستثمار.